بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهارده هقول لك على طريقه اصحاب المشاتل مش بعرفوها لاي حد خالص، واللي هم اصلا بيستعملوها في زراعه الطماطم من السماره يا جماعه. طبعا اصحاب مزارعين الغضان يا جماعه، اللي هي الغضان الكبيره، تمام، واصحاب مزارعين فوق سطح بيتك. طبعا بدل ما انت تروح تشري شتله العود ب7 جنيه من المشتل، فانا هخليك تقدر تعمل الاف الشتلات من سمارة واحدة، وعندك انت في المنزل، وانت تنقي نوع الطماطم اللي انت عاوز تزرعها. طيب قبل ما نبدأ ما تنسوش تصلوا على النبي وتشتركوا في القناة وتعمل لايك للفيديو علشان يوصلك كل جديد، عليه افضل الصلاة والسلام. طيب صلى على النبي. احنا دلوقتي هنجيب ثمرة واحدة، تكون ثمرة يا جماعة مستوية على الاخر، وهنجيب اي حاجة انت تزرع فيها، بس اهم حاجة تكون اديها حجم الرمل التربة بتاعتها، علشان ايه؟ تعرف تنقلها وتعرف تاخد الجذور، تعرف تاخد امكانيتها في التربة. طيب تاني حاجة ان احنا هنجيب الثمرة يا جماعة، وهنبدأ ايه؟ نفتحها بالشكل اللي حضراتكم شايفين كده يا جماعة. لما فتحنا الثمرة يا جماعة هتبدأ تدينا احجام وتدينا بذور كثيرة. بصوا يا جماعة، ادي الشكل اللي حضراتكم شايفينه. بصوا يا جماعة، طبعا ده ما مش هيفيدنا في اي حاجة، احنا اللي هنستعمله فهو ده اللي حضراتكم شايفينه. هنبدأ دلوقتي نزرعهم مع بعضين. طيب علشان تزرع يا جماعة، فانت لازم تحط في كل واحدة من دولة فيا اما بذرة واحدة يا اما بذرتين بالكتير، فالاحسن لك بذرتين او 3 علشان تضمن معاك بنفس الشكل اللي حضراتكم شايفينه. وابدأ انزل في كل واحدة من دي كده يا جماعة. ليه بقى انا بعمل كده؟ علشان يا جماعة بعد ما يطلعوا تعرف تاخد كل واحدة، تعرف تاخد مساحتها لوحديها. هذا يا جماعة ابدأ الف عليهم كلهم. طيب في واحد يا جماعة طبعا بيسألني كل ما اعمل فيديو عن الطماطم، بيقول لي طيب انا ليه اعمل شتلة، طيب ما ازرعه في التربة على طول واسيبها لحد ما تديني الانتاج او المحصول اللي انا هاخده منها. طيب يا صديقي، اول هام يا صديقي ما ينفعش. ليه؟ هي هتطلع وهتثمر معاك بس مش هتديك نفس الثمار اللي هتديهولك لو انت ناقلها. لان انت صديقي يعني انت لو شتلها بتديك ثمار اكتر. اي حاجه طبعا يا جماعه لازم تشتل، لكن انت لو زرعتها وسبتها مكانها، دي شجره يا جماعه، شجره الفواكه. اي شجره فواكه مش بتطلع اساسا، مش بتديك ثمار حقاش انت ايه بتديها، بتطعمها يا جماعه. طيب احنا زي ما قلنا يا جماعه ان احنا دلوقتي وزعنا البذور بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، كل واحده 2 3 بالكتير او 4 لو نزلوا كتير. تمام يا جماعه. وهبدا ان ايه؟ احط تربه، كميه تربه خفيفه يا جماعه. تمام، ركزوا معايا، تربه خفيفه. والتربه يا جماعه لازم تكون ايه؟ رمل كده يا جماعه. ابدا الف عليهم كلهم. نبدا ايه كده، زي ما قلنا يا جماعه لازم التربه ايه؟ تكون خفيفه. اقول لك دلوقتي على طريقه لازم تعملها يا جماعه ولازم تنفذها. صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. طيب بعد كده يا جماعه هنبدا نعمل ايه؟ هنبدا يا جماعه اننا نرويه. بعد كده يا جماعه لازم نرويهم رويه خفيفه بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. مش هنرويهم بالميه الكتيره، لا، هنرويهم شكل شبه يومي يا جماعه، يعني كل يوم نبدا نرويهم بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده كده يا جماعه. كده احسن يا جماعه، عشان هو كده في الاول ما بيحتاج ميه كتيره. كده يا جماعه نبدا نرويهم. طيب هبدا اسيبها في شمس او ضله يا جماعه. لازم تسيبها في اول الانبات، هو لسه دلوقتي يا جماعه كده بتبدا انت تسيبها في حته تكون ضله يا جماعه، مش معرضه للشمس نهائي. في المطبخ بقى، في الشباك، في اي حته، في البلكونه، فوق سطح بيتك، اهم حاجه ما تعرضهاش الى الشمس نهائي. طيب بعد ما يصير منها النبات، من الانبات يا جماعه برضو بتسيبها مكانها لحد ما تنقلها في مكانها الصحيح بالشكل حضراتكم شايفين، يعني ما تعرضهاش لايتها شمس. وبتبدا تسقيها كده كل يوم يا جماعه، بتبدا ترويهم كلهم كده كل يوم. طبعا ايه، ما تنساش تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. وبس كده.